يعني أقل ما يقال عنها مستفزة. لماذا؟ الفزازي استفزازي كل شخص له نصيب من اسمه، لكنني لا أستفز الوطنيين، أستفز الذين للأسف الشديد لبس عليهم في مسألة حكام إيران وحزب اللات اللبناني الذي يساند البوليساريو بالكوادر العسكرية وبالمال وبالتشجيع وبكل شيء. ولذلك فبصرف النظر عن معتقد الروافض الاثنى عشرية والإمامية بصرف النظر عن هذا، فهم من الناحية السياسية أيضا أعداء المملكة المغربية، ولاية الفقيه إمارة المؤمنين، فيشعرون أن هناك نزاعا كبيرا على تمثل الدين، فلذلك هم لا يخفون على كل حال، وأعداء المملكة المغربية لا يخفون. يريدون تقسيم البلد، يريدون إسقاط النظام، وله لهم للأسف من أبناء جلدتنا من داخل البلد من يناصرهم ويناصرهم علنا، هم لا يخفون. غادي نجيو لهذه النقطة بكل تأكيد، وغادي نناقشوا سبب الاختلاف أو الخلاف مع البعض، لكن هنا أثرتني كلمة أنا لا أستفز الوطنيين. من هم الوطنيون بالنسبة لك؟ وما هي شروط الوطنية بالنسبة للسي محمد الفزازي؟ وهل السي محمد الفزازي هو من يصنف من الوطني ومن غير الوطني؟ المواطن هو الذي ينتسب إلى رقعة جغرافية معينة. مثلا نحن المغاربة من طنجة القويرة، هذه الرقعة المعلومة الآن جغرافيا، هذه المملكة المغربية، لك جواز سفر، لك بطاقة، لك حرية التنقل والإقامة في أي جزء من هذه المملكة، لك ثوابت مجمع عليها، الدين والأرض يعني الوطن والنظام الذي يحكم هذه المملكة. لا يمكن أن نعيش. الدين أعتقد ليس بالشرط الأساسي. الله الوطن الملك. لدينا مغاربة يهود، هم مغاربة وطنيون أم ليسوا بوطنيين؟ يؤمنون بالله على طريقتهم، يؤمنون بالله على طريقتهم. إذا تقصد الدين باختلاف، شوف، باختلاف انتماءاتهم. أنت اليهود نقدر نقول لك واحد العدد كثير من اليهود أكثر وطنية من العدد كثير ديال المسلمين. يعني اليهود المغاربة، اليهود المغاربة منهم من هم أكثر وطنيا. ما كنهضرش على اليهود اللي في إسرائيل ولا مشاو للصهيون، لا علاقة، أنا كنهضر على اليهودي المغربي. اليهودي المغربي له دينه، وأنا المسلم المغربي لي ديني، وديني يقول لا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين، نتعايش نتساكن يأكل بعضنا مع بعض، ما كاين حتى مشكل. ياك عنده بطاقة الوطنية بحال ديالي، عنده جواز السفر بحال ديالي، وعنده جميع الحقوق، نوقفوا أنا وياه في أي إدارة نفس الشيء. لا، لديهم قانون خاص بهم ومحاكم خاصة بهم وشرائع خاصة بهم. اليهود المغاربة فيما يرجع إلى الدين، الزواج، الصلاة، الطلاق، كذا، بل حتى التقاضي لديهم قضاء خاص بهم. فيما يرجع إلى الدين، فيما يخص إلى شريعتهم، إلى قوانينهم، حدود، قصاص إلى آخره، نعم أنا معك. لكن مثلا أنا ويهودي تخاصمنا في الشارع، غادي نمشي لعند المحاكم ديالهم، غنمشيو للمحكمة ديال الدولة. طيب. فإذا شنو هو الوطنيون بالنسبة لك أنت؟ الوطني هو الذي يعرب أولا، كيعيش المواطنة ديالو، كيوازن ما بين الحقوق والواجبات، كيعطي الواجبات ديالو للوطن، كياخذ الحقوق ديالو من الدولة في التعليم، في الصحة، في الحماية الأمنية إلى آخره، ثم هو مستعد لبذل روحه في سبيل وطنه، ويعتبر أن المؤسسات ديالو، القوات المسلحة الملكية ديالو. بالضرورة. كتعرف بن زكري، درس بن زكري؟ كتعرف درس بن زكري؟ شوف، وطني ولا مش وطني؟ نعرفو درس بن زكري الله يرحمه، وطني ولا مش وطني؟ الله أعلم. إذا كان أنا أي واحد عينه الملك محمد السادس رئيسا لهيئة الإنصاف والمصالحة، وقبل أن يعينه رئيسا لهيئة الإنصاف والمصالحة قضى فترة من حياته في السجن بناء على مشروع. إذا واش هذا المشروع اللي كان كيشوف فيه بأن هذا النظام وجب تغييره ووجب واش هذا وطني مش وطني؟ هل كان يوالي إيران؟ هل كان يوالي دولة معادية خارجة؟ هل كان يوالي الكبرانات؟ كيف تحدد يوالي؟ ما معنى يوالي؟ الموالاة، النصرة، التأييد. لما يجي مثلا كان دابا علاش ما نشوف بن زكري نبقاو فيك انت؟ علاش ملي يجي حسن هذا عزيز غالي ويقول لك اسيدي انا مع تقرير المصير، انا ماشي مع الطرح المغربي ديال هو بزاف المغاربه قالوا، والاحزاب في بياناتهم رفضوا ما ذهب اليه الراحل حسن الثاني من الاستفتاء، وكاين منهم اللي ضرب الحبس، وما عمر حسن الثاني حيد الوطن ديالو، هذا مغربي قال رايه، فين عندك المشكل؟ حتى الدوله لم تحاسبه، حتى الدوله لم تاخذ موقف منه، لم يؤخذ اي اجراء في حقه، لم يمنع من السفر، لم يتم التضييق عليه في عمله، والفزازي يعتبره غير وطني. طيب انت لما تقول يا مطبع يا واضع وطني، انت كتسب الملك في الشوارع الرباط، وطني انت ليس بالملك. من الذي طبع؟ من الذي اعطى الامر بالتطبيع؟ اصلا ما طبعش جدد، لا استئنفنا العلاقه. شوف ملي كيتكلموا بالفرنسيه كيقول لك لا نورماليزاسيون، التطبيع. وانا ماشي ضد التطبيع بالمناسبه كاستراتيجيه ديال الدوله، لان هذا قرار سيادي، الدوله لها ان يعني تحمي شعبها بكل الوسائل، ياك مع اين كان. لان القرارات السياديه لا دخل للافراد فيها، حتى ولو كان ذاك الطرف هو مجرم حق. شوف القرارات السياديه، اولا لما تقول قرار سيادي، وان جلاله الملك ما كيجيش بين عشيه وضحى ويعطي قرار سيادي يخص الشان العام ديال المملكه ككل، لا. جلاله الملك عنده مستشارون وخبراء وفي مراجعه ودراسه وموازنه بين المصالح والمفاسد بين الى اخره، فيخرجون بقرار ما هو اصلح للشعب المغربي والدوله المغربيه. راى جلاله الملك سميها اعاده العلاقات، فتح مكتب، سميها اللي بغيتي، ولكن هناك الان علاقه
تقترب من التطبيع الشامل بيننا وبين دوله اسرائيل. جميل. بالمناسبه انا لا اؤمن باسرائيل. وتؤمن بالتطبيع معها؟ تؤمن بالتطبيع مع شيء لا تؤمن به؟ انا كتبت الان على صفحتي انا ضد التطبيع. انا ليس مع التطبيع. لكن هنا شنو كتدافع عليه وانت ماشي معاه؟ هذا نفسي. علاش انا ضد التطبيع؟ بحكم معرفتي كفرد كمواطن كانسان ما عنديش زاويه النظر الواسعه اللي عند جلاله الملك. وتدافع؟ طبعا تدافع عن التطبيع وانت ضد التطبيع؟ لا انا ادافع. تهاجم من يهاجم التطبيع وانت ضد التطبيع؟ شوف انا ادافع عن قرارات الدوله السياديه لانها ليست عشوائيه وليست اعتباطيه ولم تاتي جزافا. لكن ما هو زي واحد القضيه انا كفرد محمد الفيزازي انا لا اؤمن باسرائيل اصلا. انا زايد على هذا ويحمان انا لا اؤمن باسرائيل. لا تؤمن باسرائيل؟ انا اؤمن بفلسطين. اؤمن بالشام. وعلاش كتهاجم هاد اللي كيهاجموا او هاد اللي كينتقدوا التطبيع؟ هادو هما اللي خلاو ضربوا الفلسطينيين. كي داروا؟ 7 اكتوبر مشيتي كتخرج في الغول. كيفاش كتخرج؟ يعني انت تهجم على اسرائيل وانت تعلم علم اليقين ان غادي يدخلها ضربك. واذا بهذا المنطق ديالك السي الفيزازي عندما كان التلاتون في دار الارقام كيخصوا يوقفوا في دار الارقام، ماشيوش يهبشوا ابو جهل والبقيه ويهبشوا في الدير الفيل. وعندما ذهبوا الى المعركه وهم 300 وعندما نزلت الايه وانا لا اعرف مضمونها ودخلت دابا التيران ديالك كان فئه قليله منكم غلبت فئتي. انا قلت لك دخل التيران ديالك ديالك فئه كثيره باذن الله. يعني ما هبشوا في الدير دغول. شوف سي هشام لا قياس مع الفارق. الغزوات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت بوحي ووحي من الله. الان انت ما عندكش وحي من الله يوجهك، انت الان عندك موازنه استراتيجيه. عندك شرع من الله يوجهك. لا الشرع قال لك واعدوا لهم وجاهدوا واعدوا. ماذا عدت تمشي في السفينه غادي في البحر؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم هزم في معركه عادي. هزيمه هذا الحرب كر وفر. لانه اسوه النبي صلى الله عليه وسلم اسوه. حتى المسلمين اذا انهزموا في يوم من الايام لهم في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اسوه. لا رجع لا قياس مع الفارق. انت الان امام ناس كيقولوا يا مطبع يا واضع يا مطبع يا ملعون، وانت تعلم علم اليقين ان راس الدوله شكون اللي كيقولوا هما اللي وقعوا اصلا؟ شكون اللي وقع؟ وقعت انا وقع العداله والتنميه السي سعد الدين العثماني الله يبارك فيه. وقع رئيس الحكومه سعد الدين العثماني. رئيس الحكومه نعم. سعد الدين العثماني ماشي رئيس الحكومه شبح بشر. والمؤسسه التي وقعت هي مؤسسه رئاسه الحكومه. مزيان. بقياده من؟ تكون بقياده حتى اكس رئاسه الحكومه. لا ماشي اكس. رئاسه الحكومه. رئاسه الحكومه. الحكومه ما فيهاش غير العداله والتنميه. لا 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 يمثل 6 الاحزاب. لا ماشي الحكومه ماشي الحكومه. مور سعد الدين العثماني شكون اللي كان جالس؟ عندما نادوه السيد سعد الدين العثماني الامين العام لحزب العداله والتنميه، اما نادوه السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومه المغربيه. بماذا نادوه؟ يوقع باسم الدوله المغربيه ولا باسم الحكومه؟ باسم الدوله المغربيه. ومن رئيس الدوله وجالس حدا سيدنا الله ينصره جالس موراه. نعم. لان الحكومه هي كان من هياكل الدوله. طيب ولكن رئيس الدوله واش يمكن رئيس الحكومه يدير شي حاجه بلا رئيس الدوله؟ كان ممكن سعد الدين العثماني يتفق مع الاسرائيليين ويجي يوقعوا بدون. هو ما عرفش هو بالله هو اللي غيوقع غيدير شي حاجه بدون علم رئيس الدوله. ريزون دو بلوس. فاذا رئيس الدوله هو جلاله الملك حفظه الله ونصره، فالقرار السيادي ديال الدوله المغربيه وليس ديال رئيس الحكومه ولا وزير الخارجيه ولا يحسن. فاذا انت لما تجي هكذا بدون حياء وتسب رموز الدوله بهذا السب اللي هو مكشوف اصلا، ماشي يعني لا نحتاج الى بذل الجهد لنعرف يعني من يقصده. لما تجي تقول لي انت هي كلمه واحده الدوله فاسده، ماشي قال هذا الوالي او هذا الوزير او هذا القاضي دوله. موقف كما قلتها انت في مرحله من مراحلك وكنت تصفها بالطاغوت وتصفها كنت ضالا. حتى هذو ضالين حتى انا كنت ضالا وانت دعيت الى حمل السلاح والى لا ابدا لم يحصل ابدا. لماذا حكمت ب30 سنه سجن؟ ولا انا حكمت ب30 سنه سجنا حكما فيه تجاوز، حكمت ظلما وعدوانا، ولا ادل على ذلك ان سيدنا ما يسويش هذا الارهابي ولو يتوب ولو قتل غير نص بنادم. فاذا في 2005 لما سيدنا دار السجون الصحفي مع جريده البايس وقال الملف فيه تجاوزات، انا من ذاك الناس ديال التجاوزات. ولعلمك اعتقلت في 2003. لم تصف الدوله بالطاغوت ولم تصف بهذه الاوصاف في كتابتك انذاك، كنت تعتبر مرجعا للسلفيه. للسلفيه الجهاديه. كنكفر ماشي غير الحكام، كنكفر العلماء. وكفرت حتى الملك وبكل تاكيد على السران. كفر جميع الملوك والرؤساء الاحزاب السياسيه واللي كيشاركوا في الانتخابات واللي كينتخبوا، كفر الجميع. اللي ماشي كافر هو اللي كيجاهد في سبيل الله في افغانستان ولا ما عرف فين في اي مكان. في اي مكان. فهذا فكر ضال. هذا فكر ضال. هذا انا امتلك من الشجاعه ومن الصراحه لاعرب عن انني كنت ضالا في هذا الجانب. ماشي اللي كان عندي كله غلط في هذا الجانب كان خطا. لذلك في 2005 لما قال سيدنا ملف عرف التجاوزات، هل تدري ماذا حصل؟ انت لا تدري ماذا حصل داخل السجن. ماذا حصل؟ وقع انفراج. كنا عايشين واحد السنتين لا يدخلها على شي مسلم. ابتداء من هذه الندوه الصحفيه وقع انفراج داخل السجن. على شنو المستوى؟ على جميع المستوى، مستوى الزياره ومستوى الاكل ومستوى الفسحه. من قبل؟ اقول لك اخرجوا 10 دقائق يا اخي، 10 دقائق كتشوف واحد الشوش ديال الشميشه وتدخل. وربما انت في احد الحوارات ديال قلت كنت عايش في سانكيطوار. كنهضر لك من 2005 الفوق. اما انا كنهضر لك ما بين 2003 و 2005 ماشي سانكيطوار. سانكيطوار ناقص موان سانكيطوار تحت الزيرو. موان سانكيطوار. ما عندناش الحقوق ديال القماره والشفاره والقتاله. عندهم تلفزيون كيخرجوا يلعبوا الكره ويلعبوا الرياضه. كنتم تعتبرون قتله اقتل منهم. يا اخي شوف
الدوله انا كنت فاهم الدوله كانت عايشه في واحد الاستقرار. ندمان؟ لا قبل من الندمان. المسلم لا بد ان يندم عن كل باطل، لكنني ابدا تفجيرات الدار البيضاء شنو علاقه بتفجيرات الدار البيضاء؟ ما علاقه بتفجيرات الدار البيضاء كنتي في الحبس انت؟ لا انا دخلت بسبب تفجيرات الدار البيضاء. الله الدار يهديك. البيضاء عفوا ما 2003 16 ماي انا تعتقلت في 28 اللي كانوا في الحبس هما ورفيقي وحسن الكتاني. على كل حال عرفتي واحد القسوه كبيره جدا، قسوه كبيره. الدوله من حقها اعتبرتنا قتاله مجرما وقع لنا الحيله على قتلنا بالاسلام هذا بغاو الى اخره. هذا منظور الدوله يومها. لكن 2005 بعد الاستجواب ديال سيدنا تغيرت الامور من داخل السجن. اصبحنا عندنا صور 7 السوايع الفسحه من بعد ما كانت 10 دقائق ولينا كنلعبوا الكره جابوا لنا عندكم مطبخات تاخذوا الخضره ديالكم طيبوا كيف بغيتوا ولات عندكم الخلوه الشرعيه داخل السجن. ماشي حنا لا عند السجناء كاملين لا غير لا ابدا بل ان السجناء الحق العام ولاو كيشريو معكم الخضره ولاو كيطلبوكم توسطوا لهم شي امور. انا عارف بعض الامور انتم وليتوا كتبيعوا الخضره للسجناء الراي العام وكتبيعوا لهم الخدمات. اكيد هذا كل شيء كاين وما خفي كان اعظم. وقلنا هذا ما خفي ما تعرفش كل شيء. على كل حال انا عشت مع هذو الاخوان هذو كنا 42 ولا 43 في السجن ديال طنجه، ولكن كنت بوحدي. انا كانت عندي الزنزانه تقريبا قد هكا الفراش ديالي. لأنك كنت تعتبر الامير؟ لا ماشي الامير، لا شوف الدوله راه كتهضر صح. الدوله راه كتعرف باش كتعشى وباش كتفطر. تصور لان الدوله ما قلبتليش الدار ديالي. الامير ما تقلبلوش دارو. تصور ان البعض من السلفيه الجهاديه كان يعتبروك ملدسا داخليا. يا اخي راه السي شكون هو السي زكريا ميلود اصدر بيانا من داخل السجن ديال القنيطره، بيانا مكتوبا يتهموك فيه. ماشي يتهمون. هؤلاء الشيوخ السته موظفون مع الدي اس تي ما عندهم علاقه. من بينهم انت؟ انا واحد من الوسه. هادو ضباط في المخابرات العامه وزرعوهم معكم. ولكن دابا ولا مشينا نفسروا شويه السيره ديالك كنقدروا نلقاو واحد الجانب من الصحه في هذا الشيء اللي قالت السيده هذا. من استاذ ديال اللغه الفرنسيه كاين كيجيب معاه الراكيطات القسم ويعطي التلاميذ يلعبوا الراكيط في القسم. هذا الواقع ربما ما يعرفها الا اللي قرا عندك. كان زعما ديال التنس. ديال التنس لا ما كانش. لا غير صح. كنلعبوا الكره هي. حتى الراكيط. لا خاصه كنت كتعطي الاناث ينوضوا يلعبوا الراكيط. لا كنا كنلعبوا الكره هي. من استاذ اللغه الفرنسيه الى شيخ الى مسجون الى مفرج عنه الى الان مهاجم لكل من يقول لا لاي شيء ارتبط بالدوله. لا غير صحيح. انا قلت لك انا لا اؤمن باسرائيل. مسار يعني في شويه الضبابيه. انا لا اؤمن باسرائيل وانا ماشي مع نجيو لاسرائيل باش ما نقولش في نقطه اسرائيل. هذه النقطه هذه ديال هذا المسار هذه هي الحياه. سبحان الذي يغير ولا يتغير. شنو تعتبر؟ والله يا اخي انت ولا اي انسان لابد لما تعالج له الحياه ديالو من الى تجبر واحد العدد كثير ديال التقلبات وديال المراجعات وديال اعاده النظر. يعني الانسان ماشي عنده لي بورن غادي هكذا نيشان وصافي يوحى اليه. علاش غادي يرتكب اخطاء؟ بل بالعكس اذا رجعت على الاخطاء ديالك هذا شرف لك. الان البعض تعتبر بان ترتكب اخطاء افظع مما قد تكون ارتكبتها. حيت دابا الان انت جالس قدامي غيشوف هذه الصوره الوقار والبياض والنور يشع من وجهك. ماشي واش حيت بياض حيت طنجاوي هذاك نور رباني. انت كتشوف هكذا. لكن البعض بن كيران كيشوفوا بالشطابه ريحه الخنزه. لكن البعض كيجبر صعوبه في التمييز ما بين هذا الشيخ الوقور وبين واحد مؤثر فيسبوكي اللي كيهاجم بواحد اللغه توصف بالبذيئه وتوصف بالمنحطه. واحد اللغه كيتهم مثلا كيتهم عباد الله بشي تهم لا دليل له عليها. مثلا اتهامك بالزرزافي بانه يخدم اجنده خارجيه. هل لديك دليل؟ هاجمته في لايفات مثلا. لم اقل انه يخدم اجنده خارجيه تماما، ولكنني اقول بان الزرزافي الله يفرج عليه بهذه المناسبه ورحمه الله على ابيه ياك الله يرحمه ورحمته. ارتكب اخطاء فادحه منها ايقاف الامام في المسجد خطير جدا. تصرفات رعناء تمشيو معك السته ديال لي كارد كور وغادي كانه عاش الزفزافي والفتنه التي احدثوها في مدينه الحسيمه. لا اتهمته في احد اللايفات ديالك بانه عنيد بانه يخدم اجنده الجزائر. لا انا دائما عندما اتهم بما بين يدي الناس من معتاد. الناس عندما اقول قال او فعل كذا في المسجد الناس كانوا يشوفوا. عندما يصرح مثلا شعارات مثل عاش الشعب نكاية في عاش الملك. عندما يقول لك مثلا سيدي وما المشكل في عاش الشعب؟ لا ما فيش مشكل. عاش الشعب وعاش الملك. فين المشكل باش ما تقولش عاش الملك؟ اذا عندي في نفسك انا في نفسي. وداعي الملك يتحاسب معه فيما يخص. انت مالك؟ لما يقول سيدي كان الاستعمار الاسباني ارحم من الاستعمار الأوروبي. موقفه. اذا من هو الخائن في نظرك انت؟ لماذا هو خائن؟ اي خائن. هل خان الوطن؟ نعم. ويخاطب ويقول يا جلاله الملك. يا جلاله الملك انقذنا. تيخاطبك يقول لك احنا لا نثق الا في الملك. واش قال نثق الا في الملك ام لم يقولها؟ يقول لك كاين باقي موجود اللايفات ديالو. لا انا كنواجهك ببعض ما قال. لا زعما ماشي تتبنى موقف من المواقف. كيقول له وانا متاكد منها. وفي حوار معه سالته على الموقف من الملكيه وقال هو ملكي ومع النظام الملكي صح وحده ليس مع الجمهوريه ديال الريح. نعم يقينا صح. بل بالعكس تبرأ من هذوك ولا الحرام مشوا دابا هذوك المغاربه اللي عندهم راي لا حبه
اللي مشاو للجزائر وداروا مكتب الاستقلال الجمهوريه الريف، هذا وطني؟ خلينا بزاف. ورايه لا هذاك اصلا ما كايناش هنا. ورايه هذاك ماشي وطني. لماذا ماشي وطني؟ مغربي. لانه يدعو مباشره وصراحه وعلنيه الى فصل جزء من التراب الوطني والى ضرب الوحده الترابيه للمغرب. اذا بالتالي الذي يدعو الى فصل الصحراء من داعي؟ عزيز غالي. لا لم يدعو الى فصل الصحراء. محمد المديني اللي اعتبر الجيش المغربي جيش احتلال وداخل مدينه محتله، دفع ضريبه السجن واعتذر عليها. علاش؟ وقال بان التقرير الذي فيه هذا بناء على السياق، بناء على البلاغات يوضح في الامر. يا اخي بناء على السياق رايه، راه الخائن كيف ما بغى يكون. لا ما تخلطش الامور سي فزاز. لا هي هذه لما كتقول لي هذا رايه داعشي عنده عقيده وكيامن بها، رايه. لا الراي شيء والدعوه الى فصل التراب الوطني شيء اخر. هذا ما يفعله عزيز غالي وصحابه. عطيني شي مرات عزيز غالي دعا الى فصل التراب الوطني. عزيز غالي في استجواب مع هذاك المهداوي قال له انا ماشي المهداوي، واحد الصحفي اخر قال له انا مع تقرير المصير، يعني مع الطرح ديال خوتنا البوليساريو وماشي مع الطرح لا قالوا مع ما تقوله الامم المتحده. وهذا الكلام كان قبل القرار 27/97 الصادر على المجلس الامن. علاش حنا المغاربه ما نقولوش مع القرار ديال الامم المتحده حتى هنايا؟ وربي راه خلق وفرق. علاش كاملين خصنا نقولوا كلمه واحده؟ مزيان. لما تقول لي انت الاستعمار الاسباني كان ارحم، استعمل النابالم واستعمل الغازات السامه واغتصب قرا على التاريخ يا اخي. شوف الله يهديك، انت كتقول فرق واش قرا على التاريخ في التعامل. ربما هو كان بالنسبه لي خدام له ارحم من الاستعمار العروبي. انت مغربي يعني كتشوف الدوله ديالك استعمار للريف، راه كانت عنده اخطاء فادحه في الاول. اسمح لي باش ما نمشيوش كتعتبر الدوله ديالك استعمار للريف عروبي، الاستعمار العروبي. فين الوطنيه هنا؟ وانا من هذا المنبر هذا انا انت جبتي لي الموضوع ديال السياسه، والله العظيم الى من كل قلبي يا ليته يفرج عنه اليوم قبل غدا. انا ذقت مرارات السجن، الله يفرج عليه وعلى جميع المسلمين. لكن نرجعوا لهذيك السجن. لا يا اخي لا ابدا، لم يثبت ابدا انني دعوت الى تفجير او الى قتل او الى اغتيال، يستحيل. يعني انت حكمك ظلما وعدوانا. ظلما وعدوانا، يعني القضاء الجنائي ظلما وعدوانا. نسميها كيف بغيتي. وانت كنت الشيخ ديال واحد المجموعه. انا ماشي شيخ ديال المجموعه، هذاك الاعلام الفاسد اللي دخل لي الشيخ. انا ما عندي علاقه، انا راني استاذ قريب فرنسا، ماشي شيخ ديال المجموعه. كنقرا وكنصلي في المساجد. واش قربت للطاغوت وانت اسد فرنسا؟ خليك كونجي كيزوك. واش قربت للطاغوت؟ ولينا رايك. واش شتي كيفاش دابا ولينا رايك؟ ملي كتكون عندك انت تقول رايك. لما سيدنا الله يحفظه عطى الامر ديالو باش نبات في داري بدون مناسبه. كان سياق. لا ماشي سياق. لا بدون مناسبه. العفو كيكون انت في سياق. عشان بغا تم العفو عنك في سياق. عشان العفو كيكون في المناسبات الدينيه. ماشي اول ولا اخر واحد غيتعفى بدون مناسبه، ولكن كيتعفى بالسياق. ما كاين حتى مشكل. زعما 20 فبراير ولا خرجوا لي المالك هو الذي عفى عنك، ولكن السياق الذي سهل، او ربما السياق الذي اتاح الفرصه للعفو عنك. وعلاش الاخرين بقاو في الحبس؟ شكون الاخرين؟ الشيوخ. شكون هما الشيوخ؟ خرجوا جوج، خرجت انا والسي عمر الحدوشي. لا هو عام من بعدي. ما خرجش. ابو حفص باش خرجوا خرج ماشي لا ماشي الحدوشي. لا اسمح لي، لا انا والسي عبد الكريم الشاذلي خرجنا في يوم واحد، لكن شيوخ اخرين زادوا عام مورانا. ربما حيت انت كانوا كيقولوا منافس وضابط لك ديستي. ربما ولا علا ولا شوف ديستي. شوف ما دخل الاحتمال سقط به الاستدلال. علاش ما دارك انت خرجت قبل منه؟ ما عرفتش. هذا يسال صاحب القرار، لكن انا ما عرفتش. بالنسبه للشيء ديالي ربما لان الدوله انت كتعرف الدوله راه ماشي كترضى، راه ماشي كتلعب. وانت داخل السجن الدوله ما كتلعبش. اذا ما دازكش السجن ظلم ما كتلعبش. لا شوف راه عرفت علاش داز. شوف الدوله بهذا المنطق. اسمع لا ماشي الدوله حتى كنت انا الدوله غنشدك. كنت انا في زازي. شوف انت في زازي غنشدك. علاش؟ لان انا قلت لك كانت الدوله في 2003 الى غايه 2003 واحد سلام. الفتن لهيه، الحروب لهيه، الارهاب لهيه، البلاد ديالنا امنه ومطمئنه. بغيتوا تخربوها انتم. شنطا في 5 ديال الانفجارات في الدار البيضاء، 44 قتيل، خطره واحده. الدوله صافي. اش كنتوا باغيين ديروا؟ اش كانوا باغيين هما؟ انت واحد منهم. ابدا. انا كنت كنقري الدراري في المدرسه كنصلي بالناس في المسجد. صافي ما صدرت فتوى، ما كفرت، ما غير تما. لا شوف انا كنتحدى اي واحد. الدوله ما قلبتليش داري يا صاحبي الله يهديك. راه المحامي كيقول للقاضي، كيقول له موكلي التهم اللي عنده فيها الاعدام وما قلبولوش دارو. علاش ما قلبولوش دارو؟ علاش؟ عارفين ما كاين والو. ما كاين والو في دارك، كاين في جهه اخرى. ولا في جهه اخرى. طيب ملي خرجتي في 20 فبراير ماشي خرجتي ومشيتي تكمشتي. ماشي في 20 فبراير خرجنا بعد. سياق 20 فبراير خرجتي. خرجت في 14/4. ايوا يوري ابريل 14 ابريل في سياق الانفراج الذي احدثه 20 فبراير ماشي بعدك لسه فتي. ممكن، ولكن الناس بعدين زادوا. واش انت ما كتشوفش بان الفضل يعني اللي هي التربه اللي عرفوا عنكم 20 فبراير ولا كتعرف 20 اولا اعتقد ان الفضل لله اولا ثم لملك الولايه. نعم هي التربه. ولكن لو ان الامر ديال 20 او سرعه سيدنا سيدنا الله ينصرو ملي عفى عليا ومشيت بحالك راه مشيتي بحالك وصافي. كرماني وكرماني. كانت شي شروط العفو عليك؟ كانت قبل العفو عليك شي شروط؟ بالعكس شوف انا عفي عني وانا داخل السجن. راه من 2005 زول العامين الاولى، من 2005 حتى 2011 وانا عايش بوحبوح حيت عايش داخل السجن. منين؟ التعليمات ديال الدوله. السيد هذا راه عرفوني بريء من النهار الاول.
ورجل مسن وكذا، فكانت معامله خاصه. طيب ملي خرجتي قلت ما كنت ماشي فيش تخدم اشتبال، بقات عندك بعض الاعراض، بل انك تدعمتي بعض القوى السياسيه من بينهم العداله والتنميه. صحيح، كنت داعما للعداله والتنميه. شنو خلاك تدعمهم في ديك المرحله؟ يا اخي شوف، ولا يقول وهل جزاء الاحسان الا الاحسان. عملي لا بنكيران جبت السميه ديالي في القناه. في ذاتي غنديرك شنو اللي خلاك تدعمهم في هذه المرحله؟ هذا عاد الى بنكيران؟ لا اجتهاد مني، قلت يعني وازنت، قلت لابد ان اشتغل في الساحه السياسيه. لا يمكنش الانسان السياسيه اما ان تشتغل بها او تشتغل بك، انت راك فيها. طبعا كنت وازن بين الاحزاب السياسيه، ورأيت ان اقرب الاحزاب الي يعني عندها مرجعيه اسلاميه. راه كاين مرجعيه اسلاميه. لا واخا دابا خلينا في الاول وغنزيدوا على هذا. هي العداله والتنميه والنهضه والفضيله. بالمناسبه كنترحم على الاستاذ محمد الخالدي، الله يرحمه ويوسع عليه، كان صديقي حقيقي، صديق عزيز عليا، الله يرحمه. اول شخصيه زارني بعد خروجي من السجن مباشره محمد الخالدي، اول شخصيه سعى الى فتح المجال الدعوي بعد الخروج من السجن. تصور واحد محكوم 30 سنه ولا الله يرحمه كذا كذا، ثم الدوله غادي تفتح لك المجال باش تخاطب الجماهير في دور الشباب ولا دور الثقافه. وفق استراتيجيتها، شوف الاستراتيجيه اللي دخلتي عليها. جميل الله يبارك. ولكن السبب الاول هو السي محمد. علاش اخترتي العداله والتنميه؟ دعمتي العداله والتنميه، دعمتي اخيرا ضحكوا عليا بالمرجعيه الاسلاميه، ضحكوا عليا. ولكن علاقتك بن كيران قبل حتى انشاء العداله والتنميه، من كترجع العلاقه ديال بن كيران؟ هذا ماشي على العلاقه لم تكن سمنا على عسل. اول لقاء ليك بن كيران فوقاش كان في زياره انا والدي رحمه الله عليه، زرنا البيت هكذا ودنا شنو سنه 77 78 تقريبا. الشبيبه الاسلاميه؟ لا كان الشبيبه الاسلاميه كانت في 71. فدنا زرنا المدرسه ديال والدي، مدرسه النور اللي سميتها المدرسه الحره هنا في الرباط، من هذا القسم الى اخره. شي مره ايضا جينا من الدار البيضاء ودزنا لعنده الدار، بيتين معاه واكرمنا الله يكرمه. كانت باقا ريحتي زوينه ماشي خنزه ديك الساعه، وما كانش اللحيه ما فيهاش ديال الشطابه لنا. وكان معنا السي بها الله يرحمه وسع الله بها، وكان الوالد ديالي وكان معنا، كان بعض الشخصيات. عمر بيجي اقترح عليك ترشح باسمه؟ يقينا او طلبتي منه؟ اكيد اقترح عليك اكيد. وافقتي ولا ما لقاوش فيك؟ انا شوف فوقاش اقترح عليك ترشح باسمه؟ لا شوف، هادشي راه غيشوفوه راه يمكن يخرجوا. شكون اللي اقترح عليك ترشح باسمه فين؟ الترشيحات ما كتكونش رسميا بالطبع. شكون اللي اقترح عليك ترشح باسمه؟ بزاف القيادات، باش ما نورطش شي واحد ولا شي حاجه. كتعرف عندي اصدقاء من القيادات ديالهم اللي كانوا وزراء، وشافوا على انني ممكن ترشح في كاستيخو في نيدق في طنجه، ولكن جسوا النبض. في نيدق عندك الاتباع في نيدق. جسوا النبض. مع مشيت انا وهذا الشاب هذا حميد الدين عبد العالي حميد الدين، مشينا عملنا واحد الخطاب جماهيري في الساحه كبيره ديال، ربما الحزب بغى يجس النبض ويشوف واش كاين شي اقبال جماهيري وكذا الى اخره. فكان فعلا ديك الساحه يعني عن بكره ابيها مملوءه. من بعد اقترحوا عليا قالوا واش ترشح في البرلمان ولا الجماعات؟ لا ترشح البرلمان. ولكن من بعد شنو سنه كان هادشي؟ يلاه خرجت من الحبس واحد السنه. وافقتي ولكن من بعد ما طلبت التزكيه؟ لا ما طلبتش التزكيه اصلا. بعد لا قلت لهم انا ماشي وافقت، قلت لهم ان شاء الله استشير واستخير. بعد ما بليش لان بعد بديت كنشوف على ان اعتبر راسي داعيه الله سبحانه عز وجل. اذا تحزمت تخندقت على ان كاع ذاك الجماهير ديال الاحزاب الاخرى كلها كانها ستكون ماشي هذه. احببت ان اكون على نفس المسافه من جميع الاحزاب. ماشي هما اللي رفضوا يعطوك التزكيه انت اللي؟ لا ابدا. لا كيجبروني يشريوني يحطوني في كفاره وكفه ديال الذهب انايا. زعما شنو تضيف لهم؟ الشعبيه كبيره، ضيف لهم اصوات. علاش دابا منين مشاو دابا كتعتقد ترشحتي ديال المقال؟ ملي مشاو الممثله هذا فاطمه والشاي انا والشاي تكلمت معها بالمناسبه. مورا ما ترشحت؟ مورا ما زكاوها؟ لا تكلمت معها واحد العامين ولا فيعني علاش مشاو لعندها؟ البارح كنت كتعاير عزيز خنوش كتقول لي جبتي ذاك الممثلين زعما يصنعوا لك ديك الكونفيتير عايشه. ما عابوا على الاخرين ارتكبوا. انت شوف راه قال لك لانها بسيطه وكتشبه له. لا ماشي بسيطه، لان عندها اتباع، عندها جماهير. كتمشي للرياضي، كتمشي للممثل، كتمشي للمغني، كتمشي لواحد الفنان، كتمشي لواحد الفقيه، كتمشي لواحد الفلوس عنده الغير. هذه كلها مؤشرات لان انت تنظر الى ما وراءه شنو يمكن له يجيب لك. ما كيمشي يجيب له عند واحد الفقيه اللي ربما كنت غتجيب له المقعد. كنت غتجيب له المقعد. انا شتي دابا نترشح مع ملي كاين في المقر ديالو ما كنظنش ديالي. تاخذها تحدي؟ ناخذها تحدي. راه المقام الانتخابات عطاها ترشح حر. شوف انا دابا من هذا المنبر هذا اذا شي واحد عيطك وقال لك السي فيزازي انا غنتكلف لك بالمصاريف ديال الحمله ديالك ترشح ضد بن كيران، ترشح خوفا منه؟ لا شو نخاف منه؟ ما كنخافش. ومأكد تجيب المقعد؟ لا اخاف الا من ربي. بعد كل هذه التدوينات وبعد كل هذه الهجومات على حتى الهجومات على ناس على ناس مثلا على بن كيران، شنو اللي غير بعدا باش نبقاو قبل ما نوصلوا لواحد الحوار؟ علاش ما نجمش عليك زعما تقول لي شكون لا قبل ما نقول لك واش الطابه، قبل ما نقول لك واش الطابه، لانه تغير الفيزازي. لا تلا ذلك هذا عنده مرجعيه اسلاميه. واخا ونجيو علاش وصلتوا لواش الطابه؟ هذا اخلاق. هذا واخا نكون كما بغيت نكون. ساندتيه، دعيتي للتصويت مع الحزب ديالو. أكيد. الحكومه الاولى ديال بن كيران كنت تساندها. أكيد. لم تهاجم حكومه بن كيران ابدا. لكن الان كنشوفوا فيزازي اخر. شنو السبب؟ شنو اللي تغير؟ طبعا السبب لانني استيقنت على انهم موالون لايران. مش موالون لايران كحزب.
يا اخي خلينا نمشي كحزب كافراد على الاقل كلهم القيادات يقول لك بن كيران يقول لك انا ايراني واعتز بايرانيتي. وما ذنب الحزب ان كان بن كيران يقول ذلك؟ الحزب قلت عندك فيه اصدقاء، فيه ناس اخرين مشاو حالهم هربوا. كان هذا هو السبب. مشى الرميد الله يحفظه، مشى كان هذا هو السبب. كان هذا هو السبب. أنا السبب الكبير الأول، الخصومة الكبيرة اللي عندي مع بن كيران ومن معه عقدي إيماني، يوالون الروافض الاثنى عشر الكفرة المشركين دولة المجوس على حساب عقيدتهم وعلى حساب. غتكون أنت عقدي أكثر من أمير المؤمنين. أمير المؤمنين شوف أمير المؤمنين يخصص لعبد الله بن كيران تقاعدا استثنائيا بقيمة 70,000 درهم، 70 مليون سنتيم. أمير المؤمنين يخصص لعبد الله بن كيران سيارة خاصة وحرس خاص تؤدى أجورهم من حرس خاص، تؤدى أجورهم، موظفين تؤدى أجورهم من الخزانة. أمير المؤمنين وهو رئيس المجلس الأعلى للعلم الأعلى الذي هو مصدر ديال الفتوى، لم يقل في بن كيران ما قلته أنت. وأنا نقول لك شنو قال. اولا جلاله الملك غير راضي على بن كيران في عده محطات كما بين ذلك الاستاذ رميد. بغيتي نجبد لك العلل نجبد لك العلل. تفضل نجبد لك العلل انه قال انا ما نطلبش مني رضا جلاله الملك، انا نطلب مني الرضا ديال الله وديال امي. جلاله كما قال الاستاذ رميد كان الملك ما عجبوش الحال، لان واش انا قلت لك انا فرضت عليك راسي شي وحده اخرى. نجبد واحد الكلمه ديال شيخ الاسلام ابن تيميه. شيخ الاسلام ابن تيميه كنعرفوه مات في الحبس، مات في سجن القلعه في دمشق. لما سجدوه في شيخ الاسلام قال ماذا يفعل باعدائي؟ انا جنتي في صدري. شنو هي جنتي؟ القران. انا جنتي في صدري وسجني خلوه ونفيي سياحه وقتلي شهاده. مشى لاكادير المفين وقال لي ماذا يريد باعدائي؟ قال مباشره بعد الوفاه ديال باها. يا اخي دابا انت واش عندك شي عقل؟ انت راجل سياسي انت. سيدنا ما عجبوش الحال. واش كل داك رغم ذلك لم يضعه في التصنيف الذي وضعته. هذا دليل ان اللي عطى 7 مليون ولا شحال وهذا عطى السياره وكذا وكذا كذا. يا ريت ان الانسان ما يكونش باسل. سيدنا كرمك باسل بزاف. سيدنا كرمك وهذا وراه الشيبه ديالك وهذا الى اخره، وانت كتبكي وكتشكي وانا صلحت واحد بيت النعاس وانا ما عندي والو وساكن غير عند المراه ولا جرات عليا وما لم تغير رايها والى اخره. لكن هذا انا كنقول هذا ما كيهمنيش انا عطى 7 مليون. واش الخلاف عندك مع بن كيران؟ كيف كتقول عقدي ام شخصي نفسي؟ عقدي ما عنديش شخصي، انا ما شارك معاه، ما كنبيع نشري، ما عندي حزب سياسي كننافس معاه، ما عنديش. لكن انت كتقول من يكون السلفزازي ليحدد ويتدخل في عقيده الاخرين؟ ما كندخلش في العقيده ديالك، ما كندخلش في عقيدتك. انا وظيفتي كداعيه الى الله عز وجل كنقول هذا الروافض الاثنا عشريه، وهذا حزب عنده قال لك مرجعيه اسلاميه، ويقول في من طعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم اخواني، ويقول في من قتل منهم شهداء. يا اخي انت عندك مرجعيه اسلاميه في صحيح البخاري باب لا يقول فلان شهيد، لا يقول فلان شهيد، وانت كتقول ماشي شهيد لاهل السنه، ديال الشيعه الروافض. القران محرف، الائمه يعلمون الغيب، عائشه ام المؤمنين كذا وكذا، الائمه شكون هاد الائمه اللي كيقول هضره 12؟ هادو ماشي كاملين كيقولوا هضره، وهذا 12 اقرب الى الله من الانبياء والرسل والملائكه. شكون كيقول هاد الهضره؟ الامام الخميني في كتابه الحكومه الاسلاميه. وهي الفتوى اللي بنى عليها علماء المغرب الرسميين، او الرسميون هم اللي بنوا الفتوى، وجا الحسن الثاني عليه الرحمات وقرا الفتوى. شكون كيتحل عليها شي فتوى خارجه عن العلماء المغاربه؟ الحسن الثاني رحمه الله عليه جا التلفزيون وقال علماء المغرب اصدروا فتوى في الخميني لانه كافر. هكذا قال كافر هكا كافر، وجاب العله لانه يرى او كتب او يعتقد ان الائمه هم بمنزله عند الله اقرب من الانبياء والرسل والملائكه. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول من فضل عليا، ماشي 12 غير واحد رضي الله عنه، من فضل عليا على محمد وابراهيم، اي سيدنا محمد وسيدنا ابراهيم عليهم الصلاه والسلام، من فضل عليا على محمد وعلى ابراهيم فهو اشد كفرا من اليهود والنصارى. شروط تكفير المسلم واضحه. الشيعة لا يقولون لا اله الا الله، هذه عقيده ديال المرجئه. هذول اللي قالوا فيما لا يؤمنون بمحمد رسولا. سعيد بن جبير اجب يا شيخ. واش ما كيقولوش اشهد ان لا اله الا الله؟ واش كيقولوا ولا ما كيقولوها؟ اذا من كفر من قال لا اله الا الله فهو مسلم. هذه العقيده ديال المرجئه. لا اله الا الله، لا اله الا الله لا شروط. المرجئه وهذا موضوع اخر. المرجئه الذين ارجعوا العمل عن مسمى الايمان، هذا العكس ديال الخوارج. لكن الشروط في الاسلام كنا انا كنمشي نوصل له القران. انت قلت لا اله الا الله. لا اله الا الله ماشي قول بعدها، لا اله الا الله راه علم، عندها شروط وعندها اركان ديالها وعندها نواقض. الله عز وجل قال في سوره محمد لا اله الا الله شملته الشفاعه. لا تسمعني، قال الله عز وجل في سوره محمد فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فاعلم. كيف فعلا؟ يعني لا اله الا الله ماشي يقول لا اله الا الله وتمتم لا اله الا الله وعائشه زانيه، لا اله الا الله والائمه يعلمون الغيب، لا اله الا الله محمد رسول الله. اذا ممكن يكون مسلم ولكنه عاص، ممكن يكون مسلم ولكن كافر. المسلم العاص هو السكيري، هو الزاني، هو اللي كيبيع القرطوبي، هو المجرم القتال، هو اللي حرق الضو احمر. هذا مسلم كيدير اللي حرق الضو احمر مسلم عاص. عاصي. شحال مره حرقت الضو احمر؟ الاحسن. ولكن قديما مش الان. لان شوف المعاصي لا تخرج صاحبها من المله ما لم يستحلها.
ولكن انا ماشي قدك في الفهم ديال انا ما سي كنكفرش فيزازي. على سي انا ما كنكفرش السكيري عقل والديه وما كفروا حتى واحد. ولا تكون كفر الخوارج كلهم كيكفروا يكفرون بالذنب. ولكن المذاهب السنيه هذا ماشي مذاهب. والمذاهب السنيه وكاين الذي لا يعتبر الخمر حرام وكاين الذي لا يعتبر الاستمناء حرام وكاين لا يعتبرها في المذاهب السنيه، فما بالك بالشيعه؟ لا يوجد مسلم واحد على وجه الارض يقول الخمر حلال. مسلم واحد. واخا بقاو في الشيعه بقاو في الشيعه باش الروافض. انت عندك الان عقائد انت مكفره. تقر بانهم يقولون لا اله الا الله وتقر بانهم يؤمنون بان محمدا رسول الله، تقر بها. أي نعم. تقر بها. أي نعم. اذا بالتالي انت تقر بان الشرط الاساسي لكي تكون مسلما ان تؤمن بالله ورسله وملائكته واليوم الاخر والقضاء خيره وشره. نعم. ماشي. واش هما كيامنوا بهذا الشيء ولا كيامنوش؟ لا يؤمنون به. لا يؤمنون بالله. مشوا وحده بوحده. بالله كيامنوا به ولا ما كيامنوش؟ يؤمنون بالله. الرسول كيامنوا به ولا ما كيامنوش؟ لا ما كيامنوش به. ما كيامنوش محمد. كيامنوا بمحمد على اساس الائمه احسن منه. لا كيقولوا هما في الاذان ديالهم لا اله الا الله محمد رسول الله عليه ولي الله كيمشيو مزيان. ابو بكر علي ما خلينا هذاك انسان والاخر لا لا يتكلم على الرسول. واش ولي حنا كنهضروا على ترى عثمان بن عفان راه هو احد الخلفاء راه قتلوا خلينا ما ندخلش هذا النقاش. غير هذه من عن ماذا تستند شرعا لتكفيرهم؟ ما هو دليلك الشرعي من القران لتكفير من يقول لا اله الا الله محمد رسول الله؟ اولا لان شرع الله كيف في القران والسنه. صح. مصادر التشريع. نهضروا على مصادر التشريع. اي تشريع؟ التشريع الاسلامي الديني. كتاب والسنه. الكتاب والسنه والاجماع مع اجماعات عليه المسلمين والقياس وانا انا نبقى معك في الكتاب. لا حب الكتاب والسنه والاجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب لا، والصحابه والعرف. 4 القياس. 4 اللي متفقين. احنا المالكيه 4. عندنا العرف تاعنا. شوف عندنا 4 لا ماشي مالكيه. المالكيه راه كيامنوا بهذه العشره كاملين، انما كاين اتفاق الكتاب والسنه والاجماع مع شويه ديال النظر في القياس، ولكن كاين الاخرين الاستحسان الاستصحاب الشريعه من قبلنا الى العرف الى اخره. فانت الان عندك شريحه كتاب وسنه، لان انت سني وانا سني، انت سي هشام سني وانا سني. ديني ودينك شنو هو؟ الكتاب والسنه. هذيك السنه اللي ديني ودينك الشيعه يتبولون عليها. بخاري مسلم ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه مالك الموطا الى اخره. هذو كتب البشر هذو. ما البخاري رسول؟ البخاري راه 100 عام بعد وفاه الرسول عاد كيجمع في السنه. شحال؟ راه تا وفاه الرسول ما عرفتش 100 عام ولا يا اخي كريم 200 سنه. تا بنادم يبقى عاقل 200 سنه. على شنو قال عاقل؟ شنو قال جدك الاول عاد تعقل 200 سنه؟ هذا موضوع، هذا واحد العلم كيتسمى مصطلح الحديث. فهمتي؟ مصطلح الحديث فيه السند وفي علم الرجال وفي كذا. عندك تكفرني. لا بالله انا كنناقشك هذاك البساط اللي عندي. الان عندك كتاب الله، راه ما يمكنش تفهم انت كتاب الله بدون مفسرين، وعلى راس المفسرين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله عنهم. اللي يفسر القران اكيد فيه اكيد عده ايات. شوف كاين تفسير القران للقران، تفسير السنه للقران، تفسير الصحابه للقران، ياك سيدي، تفسير الائمه والى اخره، تفسير الموضوعي، التفسير العلمي، تفسير بالاثار الماثور، تفسير الى اخره، تفسيرات انواع. هذه التفسيرات كلها عند الشيعه لا يؤمنون بها، عندهم ديالهم. لماذا؟ لانهم هما الشيعه. ياك سيدنا محمد، انت قلت لك محمد رسول الله عندهم. ياك كيقول محمد رسول الله لا يؤمنون به. لان الاحاديث اصلا ما مختلفين يا فيها. أخي الله والسنه كتلقى عندك بخاري وتلقى عندك مسلم، وكاين اللي في بخاري ماشي في مسلم. كتقول لك عندك ابن باجه وابن ماجه وابن احمد والترمذي والسنن وهذو كاملين. ودابا هاد الذي الفيزازي هذو كاملين راه مختلفين. كتلقى الصحيح كتلقى الضعيف كتلقى الموضوع وكتلقى عرفتي راه علم الحديث وراه فيه الله يعطيك الخير. غادي نرجع لك المصطلح. إن كان علما. غادي نرجع لك المصطلح الحديث، راه ما يمكنش تخوض فيه بدون دراسه. طبعا لا، علاش ما نخوضش فيه بدون دراسه؟ كاين العموميات. لا ماشي العموميات. انا ما قلتش معك التخصص. انت تدخل الان في واحد الفن اللي هو فيه واحد وزائد واحد. واخا ما قلتليش شنو شروطك الشرعيه لتكفير هذا الشيء باش ندوزوا باقي المحاور. اولا حنا عندنا الكتاب والسنه، وما عندهم لا كتاب ولا سنه. القران عندهم محرف اصلا. القران اصلا عندهم محرف. عطيني شي ايه من عندهم اللي محرفه. ليش انت شنو القران عندهم محرف؟ يا اخي شوف عطيني مثال. حتى المشاهدين ديالنا نعطيهم امثله. نجيب لك الان مقاطع بالصوت والصوره ديال ائمه معممين بالشيعه يقولون الفظائع والفضائع اللي بالصوت والصوره. واش ثبت انه يوجد كتاب قران داخل ايران يباع؟ لا انه فيه ايات محرفه. هذا هو الذي يباع ويباع بتفسيراتهم ديال القران. هل يوجد قران فيه ايات غير الايات التي توجد لدى القران؟ السنه. يا اخي التاويلات عندهم التفسير الكافي، عندهم الاحاديث ديالهم وعلماء ديالهم فقهاء ديالهم. ما عندهم كما حنا في المغرب عندنا علماء ديالنا وفقهاء ديالنا، وفي المشرق كاين علماء. عندنا علماء ديالنا وفقهاء ديالنا وعندنا قراء ديالنا وعندنا قراءات قرانيه ديالنا. وفي المشرق كذلك ما عندناش شي ورش وما عندناش ورش مغربي. لا ماشي ورش، ما عندناش قراءه مغربيه للقران. عفوا الصيغه ماشي القراءه. القراءه راه علم. القراءه علم التجويد، معرفه الوقوف ومخارج الحروف. انت عندك الامام مالك مغربي؟ لا ماشي حتى واحد في هذا المغرب. ورش مغربي؟ الا في البسيط البخاري. لا ورش مغربي. لا ماشي مغربي. نافع مغربي. لا مغربي. النبي صلى الله عليه وسلم مغربي. الصحابه مغاربه. لا ما عندناش دين مشرقي ودين مغربي. ولكن عندنا دين خصوصيه. واحد انزله الله. عندنا خصوصيه. دين واحد انزله الله. اذا علاش عندنا 4 مذاهب من عندنا دين واحد انزله الله؟ مذاهب ما معنى المذهب؟ تفسير هو الناس كيفاش تفسر كيفاش تصلي وتصلي هكا. لا فرونسي قلت لا وشنو هو؟ عرفتي شنو هو المذهب؟ اولا التحدث في المذهب هو تحدث في مجال الاجتهاد خارج عن القطعيات الكليات.
الاصول. ما يمكنش تقول الامام مالك غير 3 ركعات يضحكوا عليه. ولكن ممكن تقول فيه واش التسميه والتمثيل لا قبل الله عليك. الفرق ما بين الخلافات الفقهيه لوجود روايات متعدده ياك الامام مالك بلغه هذا الحديث وما بلغوش هذا. خصو شي حلقه ان شاء الله لهذا الشيء ديال المذاهب غير في هذا الشيء ديال الكيران وصلت